السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وبالله وعلى الله توكلنا وبه التوفيق. اليوم بغيت ندوي بواحد الطريقة عفوية. بغيت ندوي على هادشي اللي كنعيشوه هاد الأيام، هاد الإضرابات في قطاع التعليم. ما غاديش ندوي على شكون اللي عنده الحق وشكون اللي ما عنده الحق، ولكن غندوي أساسا على المتضرر وعلى المتدخلين اللي كان عليهم يتدخلوا وما تدخلوش. التعليم هي من أهم ركائز المجتمع. إذا صلح التعليم صلح الكل، وإذا فسد فسد الكل. وإلا ما غاديش نعطيو لواحد الأهمية لهذا الميدان، لمن غادي نعطيوه؟ كنشوفوا في وسائل التواصل الاجتماعي اللي كيدوي على مواضيع رياضية اللي فنية ولا شي حاجة تافهة ولا شي حزازات سياسية، ولكن هذه الركيزة المهمة من ركائز أي مجتمع في العالم كنهملوها. ولكن اللي كنستغرب له وأنه كاين إضرابات وكاين مظاهرات وصلت للرباط وكانت كثيفة وكان خروج ديال آباء التلاميذ لمساندة الأستاذ. أنا ما غاديش نمشي ضد الأستاذ، ما غنمشيش مع الحكومة، ولكن ما غنمشيش ضد الحكومة وما غاديش نمشي مع الأستاذ. اللي كيهمنا هو يكون تما حل. التعليم العمومي كنعرفو كلنا باللي هو فاشل وكلشي كيقولها من زمان، والتعليم الخصوصي كانوا قبل كيمشيو ليه غير التلاميذ اللي فشلوا في التعليم العمومي. دابا التعليم الخصوصي ولا افضل بكثير من التعليم العمومي. واش تسائلنا علاش؟ واش الاستاذ كيتحمل قسط من المسؤوليه؟ واش الاداره كتحمل قسط، الاداره ديال الثانويه ولا ديال الاعداديه؟ واش النيابه؟ واش الاكاديميه؟ واش وزاره التعليم؟ واش الاستراتيجيه ديال الدوله ككل؟ اذا الإصلاح ضروري، وكنعرفوا كلنا باللي من قبل أي حكومة جات إلا وكتجيب واحد البرنامج وكتقول لك داك البرنامج اللي كان قبل ما مخرجنيش غندير واحد البرنامج آخر. إذا داك الصوائر والخسائر اللي كانت قبل على واحد البرنامج كتمشي هبان من المنطورة وكتجي وخصنا نحطو عاوتاني صوائر أخرى لبرنامج آخر. حتى تدخل كنعقلوا كلنا من نهار دخل صاحب الجلاله وقال الا التعليم ما خصوش يكون خاضع لمزايدات سياسيه، وخص يكون تما واحد الميثاق ولا واحد البرنامج نتمشاو عليه وبقى يطبقوا الحكومه شيئا فشيئا. على كل حال هذا هو اللي فهمنا، وكيبان باللي ان الدوله هي اللي بغات تصلح التعليم دابا، والله اعلم. لان ملي كنشوفوا وزير التعليم الحالي ماشي هو رجل سياسه، ما جاناش ماشي حزب، والمناصب اللي كانت تقلدها من قبل كانت في مناصب سياديه. اذا الا كانت واحد المبادره للاصلاح ما يمكن ليناش نمشيو كلنا ضدها. ما غاديش نقولوا انها صالحه 100%، ولكن هي البدايه. اذا الاصلاح ضروري ومؤكد، لأن التعليم العمومي راه زعما في حالة يرثى لها. إذا الإصلاح متفقين جميع بلي أن الإصلاح خصو يكون. واش كيضر رجال التعليم ونساء التعليم ولا لا؟ واش مخرج ولا ما مخرج؟ هادشي كيهم ذوي الاختصاص. ولكن حنا كشعب كمجتمع اللي كيضرنا اكثر هو انه التعليم ما كاينش. الحل مخشي من الوصول ليه، والاصلاح مخشي يكون صعيب، واي دواء الا كيكون مر. ما كاينش الدواء في شي حاجه اللي هي حلوه، ديما الدواء ملي كتاخدو راه مر وكدوزو لان محتاج ليه. كما كيقول واحد المثل امازيغي: اسفرغو في الرزيز اوري اللي غرمان. الدواء كاين في الحجج ما كاينش في الرمان. يعني
كاين في حاجه، الدواء كاين ديما في مسائل ومواد مره، ماشي في مواد حلوه. اذا هنا السؤال اللي كيتطرح، هذا التعليم ماشي هو اهم ركيزه من ركائز المجتمع؟ اذا صلح صلح الكل واذا فسد فسد الكل. اذا ماشي هذا هو الميدان اللي خص تعطى ليه الاهميه الكبيره، سواء ما بين المربين ولا المؤسسات ولا الاداره ولا الاعتمادات الى غير ذلك، والشعوب والمجتمعات والدول اللي كتحترم راسها كتعطي القطاع التعليم واحد الاهميه قصوى، اهميه كبيره. وانا كنتسائل فينا هو الدور ديال جمعيات حقوق الانسان، وخصوصا جمعيات الدفاع عن حقوق الطفل، ومن بينها مثلا ديك الجمعيه ديال اللي كتسمي راسها ما تقيسش ولدي. وفينك على دابا ولدك ما تقاس، من غير لكننا كندويو على اشخاص ما عندهمش ولاد، ولكن راه كاع ابناء الشعب المغربي راه ولادنا، واخا يكونوا عندنا ولاد ولا ما يكونوش ولاد، يكونوا عندنا ولاد، لان الوطن ديالنا هذا وهما المستقبل ديال هذه البلاد. اذا ما خص يكون تما واحد التحرك للضغط على هؤلاء واولئك من اجل الوصول الى حل، لان دابا الناس متضررين صابرين، كاين غلاء المعيشه، وزيد ليها ان فلذات الاكباد ديالهم مشردين في الزناقين، ما كيقراوش، ولا ما تعلمش شي حاجه من اللي تفيدو في المدرسه غيبقى بلا ما يتعلم، راه كيتعلم مسائل اخرى، عاد تجي من بعد ملي تعلم شي مسائل خايبه ويوقع له شي حاجه عاد نجيو نقولوا ما تقيسش ولدي، عاد نتحرك ما تقيسش ولدي. وراه كنساهموا حنايا في هذا، يمشي يشد داك المنحه. اذا جمعيات حقوق الطفل وهاد الجمعيات ما تقيسش ولدي، راه آن الأوان تحركوا ديروا الضغط على هذا اللي مساهمين في هذا سميتو في هذا الانقطاع عن التعليم. المشكل هو انه كتشوف بعض المظاهرات وكتلاحظ فيها النفاق الاجتماعي، كتشوف شي واحد مثلا في شي مظاهره كتساند رجال التعليم، وكتشوف شي واحد من امهات واباء التلاميذ اللي كيقول لك لا سيدي احنا ضد الوزير وخصنا سميتو خصو يلبيو الاستاذ المطالب ديالو، كانه كيعلم كاع هاد المطالب. ولكن ملي كتقول ليه، ملي كتدوي معاه كتقول ليه واش داكشي اللي قلتي كتامن به، كيقول لك واش بغيتيني نقول؟ بغيتي نمشي ضد الاستاذ وغدا ملي تبدا الدراسه ينتقم ليا من ولدي ولا من بنتي؟ هذا نفاق اجتماعي. حنا نخليو النقابات تفاهم مع رجال التعليم، والنقابات عمر ما ننتظروا منها فائده للمجتمع، لان النقابه ضروري انها تمشي مع الطبقه الشغيله، تكون على خطا او على صواب، لان من تما كتقتات. والانتخابات عطيهم اللي غادي تجي للغرفه الثانيه، راه من تما غادي تبان الاهميه ديال كل نقابه. والعمل النقابي ضروري ما خصش يكون للدفاع عن مطالب وحقوق الطبقه الشغيله، ولكن راه ماشي هذا ما كيعنيش بلي ان النقابات ديما عندهم الحق ولا المضربين ديما عندهم الحق. ولكن حنا دابا كشعب اشنو كيهمنا؟ تلاميذ ضايعين ما كيقراوش، والتلميذ هو المستقبل ديال هاد البلاد، وإلا كنا كنفكروا في المستقبل ديال هاد البلاد وديال هاد الوطن، راه اهم حاجه غادي نفكروا فيها هما هاد الاطفال، هاد التلاميذ اللي خص يقراو. اما الا غادي نشد الضد ونتعاند اللهم نديرو لا درنا، ايوا شكون اللي ضيع؟ ضيع جاي الجميع، ولكن خصوصا التلميذ والمجتمع والمستقبل ديال هاد البلاد. كنتمنى تفكروا بشويه ديال العقل والتعقل والمنطق،
ونوصلوا لشي حل اللي فيه المصلحه ديال الجميع. وشكرا.